مرحبا بكم أهلي وأخوتي السوريين والعرب في تركيا في هذه النشرة العاجلة لأهم التفاصيل بما جرى على الأراضي التركية اليوم. لدينا الآن نبدأ بهذا الخبر العاجل. هزة أرضية بشدة 4.7 ريختر مركزها ولاية غورن التابعة لولاية ساواس عند الساعة 8:19 دقيقة من مساء اليوم، فيما حصلت أيضا هزة أرضية بشدة 4.3 ريختر مركزها ولاية قونيا عند الساعة 5:01 تماما من عصر اليوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يبدو أن موضوع الهزات الأرضية لا زال مستمر، ولكن بشكل قليل جدا مقارنة بالزلزال القديم الذي ضرب ولاية هاتاي وقتل ما قتل من الإخوة السوريين والأتراك. ننتقل الآن إلى أيضا موضوع خاص بالسوريين في تركيا، وهو عودة أكثر من 35 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم طوعيا بعد الزلزال. ذكرت وسائل إعلام تركية وهي صحيفة خبر ترك بأن عدد السوريين الذين عادوا طوعيا إلى بلادهم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الحدود السورية التركية وتأثرت فيه هاتاي ومرعش وغازي عنتاب ومعظم الولايات التي تقع على الحدود السورية، حيث قالت وسيلة أنباء خبر ترك بأن هناك أكثر من 35 ألف لاجئ سوري عادوا طوعيا إلى بلادهم. ونقل هذا الخبر أيضا عبر التلفزة ووكالات الأنباء. كما ذكر أيضا سابقا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأنه أكثر من 20 ألف عادوا طوعيا. اليوم نستمع لوسائل أنباء تركية تقول بأنه أكثر من 35 ألف لاجئ سوري عادوا طوعيا إلى بلادهم، يعني هدول ما بقى يرجعوا على تركيا، أصحاب العودة الطوعية. ننتقل الآن إلى تحذيرات صادرة عن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، وخاصة في مناطق الزلازل. حذر وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا وطلب من المواطنين الذين تعرضوا للإصابات في مناطق الزلزال، حتى وإن كانت إصابتهم طفيفة أي يعني خفيفة، عليهم أن لا يهملوا لقاح القزاز. مثل ما بنعرف أنه لقاح القزاز نفسه يلي كان في سوريا، فاللي تعرضوا للزلزال أحيانا واحد تنجرح إيده أحيانا رجله، قد ما كان الجرح طفيف يجب أن يتلقى العلاج الخاص بموضوع القزاز. وأيضا قال فخر الدين كوجا محذرا المواطنين المتواجدين في كهرمان مرعش من شرب مياه الشبكة العامة لوجود احتمال حصول تلوث في المياه. ونقلت هذه التعليمات وسائل إعلام تركية، وأنا الآن بدوري أنقلها لكم لتكونوا على بينة. نسأل الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين، ونسأل الله أن تتوقف هذه الزلازل والهزات الأرضية، لأنه فعلا الناس تعبت نفسيا. بتمنى تكونوا بخير. إلى هنا أختتم، بأمان الله.